قطعة تاريخية ليها لغز كبير، أساطير وروايات عن مكانها وقوتها الخارقة، ولكن الحقيقة الوحيدة لحد دلوقتي هي إنها اختفت تماما. يا ترى إيه هو تابوت العهد وإيه علاقته باليهود؟ تعالوا معايا أقول لكم الحكاية باختصار. تاريخ تابوت العهد أو تابوت السكينة بيرجع لزمن النبي موسى عليه السلام، بعد معجزة انشقاق البحر. بني إسرائيل قعدوا في سينا فترة، وفي الفترة دي بقى ربنا أمر سيدنا موسى إنه يصنع تابوت بشكل معين، فسيدنا موسى أمر شخص حرفي إنه يصنع التابوت. طيب إيه شكل التابوت ده؟ التابوت كان على شكل 3 صناديق مفتوحين من فوق والتلاتة جوه بعض. أصغر صندوق فيهم كان من الذهب، والأكبر شوية كان من خشب الصمت. أما بقى الأخير أكبر واحد فيهم اللي كان جواه الاتنين الأصغر منه طوله 2.5 ذراع وعرضه 1.5 ذراع وارتفاعه 1.5 ذراع، وكان مصنوع من الذهب وحوافه مزخرفة وليه غطا مصنوع من الذهب، وعليه ملاكين قدام بعض مصنوعين من الذهب، وأجنحة الملاكين دول كانوا مصنوعين بطريقة بحيث ان هم يظللوا على الغطا. والتابوت كان فيه في الجناب 4 حلقات من الذهب، بحيث تدخل في كل 2 فيهم عصاية مصنوعة من خشب الصمت ومطلية بالذهب عشان يتشال منهم. طيب التابوت ده جواه ايه بقى؟ فاكرين سيدنا موسى لما شاف بني إسرائيل بيعبدوا العجل اتضايق جدا وقتها، ورمى اللوحين اللي كان عليهم الوصايا ال10 على الأرض، فلما وقعوا على الأرض اتكسروا، ولما هدي بعدها النبي خدهم تاني، ويقال إنه نسخهم على لوحين جداد. اللوحين دول بقى موجودين جوه التابوت. طب إيه كمان كان موجود جوه التابوت؟ في الفترة دي كان في معجزة، وهي إن كان بينزل على بني إسرائيل طعام من السماء اسمه المن، فكان في التابوت جرة من المن ونسخة من التوراة، وكان في كمان بقايا آثار موسى وهارون عليهما السلام، وكان في عصا موسى، ويقال إن علين اللي خلعهم سيدنا موسى في جبل الطور زي ما قلنا قبل كده. وبني إسرائيل كانوا بيحطوا التابوت في الخيمة المقدسة اللي هو مكان للعبادة بس متنقل في الفترة دي اللي كانوا تايهين في الأرض اللي هي فترة التيه. وبعد وفاة سيدنا موسى بني إسرائيل كانوا بياخدوا التابوت معاهم في المعارك وقت القتال، بيتباركوا بيه وبيشيلوه كده على أكتافهم وهم بيقتلوا الأعداء، فلو سمعوا صيحة من التابوت عرفوا إنهم هينتصروا. وكانوا فعلا بينتصروا في كل المعارك اللي بياخدوا التابوت معاهم فيها، لدرجة إن الأعداء بدأوا يلاحظوا الموضوع الغريب ده، ويقال إنهم كانوا لو اختلفوا في شيء كان بيتكلم وبيحكم بينهم، فلما عصوا وفسدوا ربنا سلط عليهم العمالقة فغلبوهم وخدوا التابوت منهم. فبني إسرائيل بدأوا يضعفوا في الفترة دي وبقوا بيتغلبوا من غير التابوت ده. وقبل عهد سيدنا داود بني إسرائيل طلبوا إن ربنا يجعل ليهم ملك يجمعهم ويوحد صفوفهم، فربنا استجاب ليهم وبعت ليهم طالوت، وكانت آية ملكه اللي هي معجزة أو علامة اختياره اللي بتدل إن هو هيكون ملك عليهم، إن التابوت اللي استولى عليه أعدائهم الملائكة ترجعه لهم تاني، لأنهم كانوا معترضين على طالوت لأنه ما كانش من نسل الأنبياء ولا الملوك وكان راجل بسيط. وفعلا التابوت رجع لهم تاني، ورجعت لهم السكينة والطمأنينة اللي فقدوها طول فترة غيابه. ولما رجع لهم التابوت رجعت الانتصارات تاني لحد ما قدروا ينتصروا على الملك الظالم جالوت على ايد داوود، واللي نال ملك بني إسرائيل بعد طالوت. والتابوت كان في عناية الملوك والأنبياء بعد طالوت، وبعد طالوت جه داوود وكان نبي من أنبياء الله، وبعد النبي داوود جه ابنه سيدنا سليمان. وسيدنا سليمان بقى شاف إن ما ينفعش التابوت ده يفضل في الخيمة كده مع بني إسرائيل، فبنى مسجد اللي اتسمى بعد كده بهيكل سليمان، وحط فيه التابوت ده في مكان اسمه قدس الأقداس. ولكن التابوت اختفى تماما بعد الفترة دي، بعد تدمير نبوخذ نصر للهيكل وسبي بني إسرائيل. واليهود بقى بيعتقدوا ان بعد حادثة نبوخذ نصر وتدمير الهيكل تم بناء المسجد الأقصى فوقيه، وان تحت منه الهيكل اللي فيه التابوت، وانه موجود على عمق كبير جوه جبل الهيكل. وده بقى سبب محاولاتهم او حجتهم انهم يحفروا ويهدموا المسجد الأقصى عشان يستولوا على التابوت، عشان يقدروا يسيطروا على العالم، لان التابوت ده ليه قدرات خارقة. على الرغم ان بعض العلماء بتقول ان الملائكة بنت المسجد الأقصى من مئات السنين، يعني قبل عهد سيدنا سليمان اساسا، فازاي بقى هيكل سيدنا سليمان
سليمان موجود تحته، والتابوت اتذكر في القرآن الكريم في سورة البقرة. طيب مين اللي خد التابوت من هيكل سليمان؟ في قصص وروايات كتير، اسمعوا الأسطورة دي. يقال إن الملكة بلقيس بعد ما اتجوزت النبي سليمان خلفت ولد وعاش معاها في مملكتها في إثيوبيا، ولما كمل 20 سنة رجع القدس تاني عند والده سيدنا سليمان عشان يكمل دراسته. فبدأ كهنة الملك يغيروا منه وقالوا إن ابن سليمان لازم يرجع لمملكة سبأ تاني. طيب إيه كان موقف سيدنا سليمان؟ وافق سيدنا سليمان ولكن بشرط إن أبناء الشيوخ يروحوا معاه وياخدوا كمان التابوت معاهم. وفعلا ابن رئيس الكهنة خد التابوت معاهم لأفريقيا، وهناك ابن سيدنا سليمان أسس في إقصوم ما يعرف بالقدس الثاني، وإن التابوت موجود لحد دلوقتي في معبد لاليبيلا اللي اتحول بعد كده لكنيسة. والغريب بقى في الكنيسة دي إنها منحوتة في الجبل بدقة شديدة جدا، لدرجة إنهم بيعتقدوا إن الجن هو اللي بناها، وفضل التابوت فيها لحد دلوقتي. والبعض بيقول إن التابوت موجود في كنيسة السيدة مريم في إثيوبيا، ولكن كل دي فرضيات غير مؤكدة وغير مثبتة. والحقيقة إن التابوت ده شغل بال ناس كتير جدا، لدرجة إن هتلر نفسه بعت حملات استكشافية للبحث عن التابوت، لأنه كان معتقد إنه لما يلاقيه هيأسس جيش يقدر يسيطر على العالم. ولكن التابوت مكانه مش معروف لحد دلوقتي، ومحدش يعرف هو اختفى فين غير رب العالمين. يا ريت تكتبولي في التعليقات إيه رأيكم في الحلقة، واهم حاجه ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير للفيديو عشان يوصل لكم كل جديد، وتتابعوني على صفحه الفيسبوك والتيك توك والانستجرام. هسيب لكم كل روابط الحسابات في صندوق الوصف.